وصلت الدوره الاولى جيت نعطيكم شويه الموتيفاسيون باش تدخلوا للدوره الثانيه محمسين وتخدموا على راسكم. واخا انا هادشي خص اللي عطيه ليا، ولكن جيت تفيدكم بعدا الا تبدل فيكم شي حاجه. المهم اللي كيعرفني ولا ما كيعرفنيش سميتي لينا وكيعيطوا ليا ليونا. بديت في الاول في تيك توك وموراها في انستغرام ودابا انا معكم في يوتيوب. كنت ما غاديش نصور هاد الفيديو صراحه، صورت لكم واحد التوتوريال. واحد الفيديو نحطو لكم، نقدر نحطو لكم هنا. المهم ها هو هنايا قلت نحطو لكم زعما تستافدوا داكشي، حيت انا ما عرفتش واش انا نصور هاد الفيديو ولا لا. المهم هاد الفيديو للناس كاملين اللي كيقراو في ابتدائي اعدادي ثانوي، المهم كلشي مرحب به. المهم هاد الفيديو عاوتاني حتى للناس اللي خدموا في هاد الدوره وداروا جهدهم وقراو ودمروا، وتا النوع الثاني اللي ما دار والو. غنقسموا الفيديو لجوج، النصائح موتيفاسيون لاي واحد زعما خدام وهذا وكان كيفيق في الصباح المهم كيقرا وما جابش نقطه مزيانه. هذا ماشي نهايه العالم، فريمون ماشي نهايه العالم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اي حاجه فيها خير، وان الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني ما دمت انك درتي الجهد ديالك ماشي الله سبحانه وتعالى ما كيظلمش. يمكن نخبي لك شي حاجه في الدوره الثانيه اللي غادي تفرقعها في النقطه ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم متيأسوش. بزاف فينا زعما كيبغي كيعول على واحد النقطه وملي كيشوف النتيجه ما كيلقاهاش هي، مش مشكل. هو كيبقى في كل حال، ولكن خصك تعرف هاد اللعيبه. حيت درتي جهدك ما تخافش وما تخممش شي حاجه اخرى. صافي درتي جهدك، صافي داكشي اللي بقى راه على الله سبحانه وتعالى. ما تمشيش مزيان، عرف انها فيها خير ليك. انا كنهضر معكم بحال شي واحد حدايا، شي صاحبتي كنهضر معاهم ولا شي دري كنعرفو مزيان. المهم هادشي بغيت نقول لكم، الناس اللي يخدموا راكم واعرين وراكم غايه، حيتاش كديروا الجهد ديالكم وكتخدموا. والناس اللي ما كانوش في الدوره ما مسوقينش واللي ما كانوش كيديروا جهدهم ما كانوش كيقراو، بغيت نقول لكم ما حدكم انكم دخلتوا لهذا الفيديو وكنتوا انتريسي انكم تفرجوا في الفيديو وتكملوا حتى الاخر. غادي في الطريق الصحيحه. كي بغيت نقول لك واحد الحاجه، هو داكشي ديال الدوره الاولى حاول تنساه، ضرب عليه كروه بحال مع عمرها. ما عمرك قريت في ديك الدوره الاولى، صافي نساها وغادي تبدا خطوه جديده. غتبدا دوره ثانيه كاينه القرايه. المهم عادي بنادم ما يجيبش مزيان، فيها خير. بنادم كيطيح وكينوض. دابا غادي ندوز لكم الفقره الثانيه اللي هي النصائح. في هذه الدوره الثانيه حاولوا انكم تخدموا مزيان، خصوصا الناس اللي عندهم بحال هكا 9 سيزيام باك، بحال هكا وطني جهوي. بطيوش الوقت في التليفون بزاف، التليفون كيديك الوقت بزاف. حاولوا تنظموا الوقت ديالكم. تنظيم الوقت هو اهم حاجه ماشي غير في القرايه، في الخدمه، في الحياه. حتى الناس اللي مزوجين راه التنظيم هو اللي مخليهم عايشين مزيان. بزاف ديال الحوايج زعما باش كنقول لكم حاجه نتوما اللي غتكونوا دابا كتفرجوا فيا. تقدر يكون ما بين 10 سنين، تشري لعاب بحال 19. المهم كنظن ما عرفتش انا كنقول التنظيم هو سر نجاح الحياه. دابا مثلا غتمشي تسول الناس اللي واصلين يقول لك التنظيم حاجه بغيتي ديرها، مثلا توجد الفروض دير بروغرام. واحد النصيحه بغيت نقول لكم اللي واعره بزاف واللي عاونتني انا بزاف. الهدف اول حاجه غتدخل في الدوره الثانيه غتشد ورقه غتكتب شحال بغيتي تجيب 18 17 19. كتبها ولصقها في البلاصه فين كتحفظ. كنتي كتحفظ في البيرو لصقها في البيرو. كنتي كتحفظ المهم واخا تكون حتى الصاله لصقها. وباش دير الهدف باش فين ما تحفظ تفكر انك بغيتي تجيب هذيك النقطه. وحاجه اخرى حتى في الامتحانات، في فرنسا شحال بغيتي تجيب دير الهدف. ما جبتيش ماشي مشكل، تعود في الفرد الثاني، تعود في الفرد الثالث، تعود في الانشطه. ركزتي على الانشطه حاولوا تخدموا، حاولوا تدخلوا. اصلا ما تخسروا والو، بالعكس النقطه ديال الانشطه راه كتعاون بزاف. يعني دخلوا سكتوا، تبعوا مع الاستاذ، حاولوا تشاركوا. مثلا يقول لكم شكون غيقرا السؤال ما كنتوش كتعرفوا تجاوبوا، شكون غيقرا السؤال تكونوا اول واحد كيصبع اصبعكم. تقرا شي لعيبه كتبقى استاذ السبور. المهم اي حاجه باش النقطه ديال الانشطه تعاونك. جا عندك شي استاذ هكا حقد عليك ولا حقد على القسم كامل، اللي بغيت نقول لك
ما عرفتش كيجيني كل عام كيكون هذا الاستاذ خاصكم تعرفوا واحد الحاجه عادي زعما بينو وبين ربو خاصكم تعرفوا هاد اللعيبه واخا كيبقى فيك الحال بعض المرات ولكن ما عندي ما نقول الصراحه هاد الاساتذه اش نقول لكم بينو وبين اللي خلقهم بعض المرات ما كيحطوش لكم مزيان بعض المرات القسم كامل الاستاذ كيقلبوا في النقط هادشي بغيت نقول لكم ديال تبداو الحفاظه قبل ما تبداوها حاولوا انكم تكتبوا تو دو ليست. شنو هي تو دو ليست؟ هي انكم شو غتحفظوا مثلا مثلا غتحفظوا الاجتماعيات غتحفظوا الاجتماعيات مثلا من 9 ل 10 غتكتبوا التوقيت بالتحديد باش انكم تكونوا مواظبين على التوقيت. راه عاوتاني ملي تبغيو تحفظوا شي حاجه ضروري ديروا ادعيه ضروري ادعيه مثلا انك داكشي اللي حفظتيه يترسخ لك في دماغك تقول هاد الدعاء اللهم اني استودعك ما قراته وما حفظته فرده لي عند حاجتي انك على كل شيء قادر. بغيتي ادعيه باش داكشي يجيك ساهل ودغيا تحفظوا ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي. بغيتي شي دعاء اللي بسببه يكون الفرد ساهل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسنه اذا شئت سهلا. واحد نصيحه اخرى عاوتاني ملي تجيو من المدرسه مثلا نجيو مع 6:30 حاولوا ترتاحوا وبداو الحفاظه لهنا مراجعه ماشي حفاظه مثلا تحضروا شي نص عندكم غدا مثلا في العربيه تحضروا في العربيه ولا فرنسي مثلا ديروا شي بحث في الاجتماعيات صافي ارتاحوا وبداو مع 8 ديروا جوج سوايع بحال هكا من 8 ل 9 ولا من 8 ل 10 حاولوا غير تطلوا على داكشي اللي عندكم غدا ولا شي حاجه غير طلوا راه حاجه مزيانه ولا شي درس ما كنتوش فاهمينه في القسم فهموا في هذيك الوقيته راه اشتو زوينه واي واحد غتقول له عطيني نصائح غيعطيكم هاد النصيحه. عرفتي انا صايمه صورت لكم بزاف الفيديوهات في انستغرام وتيك توك وفي يوتيوب وعرفت فيه جوع بقات وقيله ساعه باش يأذن المغرب وانا كنصور لكم شوفوا شحال كندمر معاكم وشحال كنتعذب معاكم ولكن حاليا كلشي نديرو على ودكم ماشي مشكل. المهم انا كنعطيكم مثلا نصائح اون جينيرال ما كنحتاجش لكم مثلا شي ماده شنو لاستوس اللي ديروا معاها. بغيت ندير لكم شي فيديو على كل ماده ندير لكم استوس ديالها قولوها لي في الكومنت واجي نجاوبكم كاملين وصافي. حاجه اخرى في الاجتماعيات خصوصا الناس اللي عندهم الجهوي ولا التاسع ولكن المهم هي شامل لكل كاع الاعوام ولكن المهم الا سمعتوا شي صوت ديروا راسكم ما سمعتوا والو فيما ديروا مثلا شي فقره في المدرسه ديال الاجتماعيات تجيو تفهموها كان عندكم التلخص لخصوها وحفظوها باش داكشي يجيكم بالسهل وخصوصا الناس اللي عندهم السيزيام والتاسع ديروها عشان زوينه وخصوصا نهار غتوصلوا للجهوي ولا المحلي ولا هذا غتلقاو عندكم التلخيص واجدين ما عندكم ما تزيدوا ما عندكم ما تنقصوا غتحفظوا داكشي وصافي. المهم دابا وصلنا لافان ديال الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وكومنت وفولو وصيفطوا الفيديو لصحابكم باش حتى هما يستافدوا. معليا نقول لكم باي باي.